كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره غاده، وشكرا لكم جميعا يا جماعه. طبعا بشكر دكتوره غاده حسن على هذا الافطار الجماعي الشامل الجامع لكل افراد الحزب، اللي انا اشرف ان انا بشكرها طبعا الدكتوره غاده حسن اللي هي كانت السبب الرئيسي والمباشر في انضمام للحزب، حزب مصر القومي. وكان في واقعه طريفه كان بدون ذكر الحزب اللي انا كنت عاوز اضمها لي، وفعلا قابلنا احد المسؤولين في الحزب منافس وجت معايا ولقيتها متمسكه بالحزب تمسك غير عادي، حزب مصر القومي. فقلت لها دكتوره غاده لا، قالت لي انا متمسكه بست المستشار دكتور رافائيل وما فيش لا خلاص. فقالت تبقى تعمل فيها، وبعد كده هي برضه كانت فيها ذكاء شويه، فسابتني يومين. قالت لي يا دكتور محمد ايه رايك تيجي تقعد معانا عشان المستشار؟ هي اللي قلت لها ماشي. ايوه هي اللي جابتها. وبعدين ابتدت تغريني بقى، جابت لي حفله عيد الام، فجيت حفله الام لقيت تنظيم رائع بامانه، تنظيم رائع جدا، وكان حاجه مشرفه بجد يعني. وانا من ضمن اللي بدات على المحل يعني لا تحكي وتمشي. لا بتحبوك لا اسمه ايه الشخصيه اللي هو بتاع اللي كان في مبادره كتف في كتف معانا صح؟ عمران. كنت زهقانه لكن زهقانه؟ قلت لهم انا عمري ما هسيب حزب مصر ده امان. وقالت وبعد كده قاعد جنب انا جاي المايك تحكي بس الواقعه دي ولا يهمك هو دايما بقى كان بيعمل ايه؟ بعد كده اشتبكت مع مسؤول الشبكه. هو حصل خلاف بينه وبين الاستاذ محمد العمراني وحاول يستفزني وانا استفزيت بصراحه. ما بحبش حد يعني يتهمني اتهامات انا بحس اني او بالتقصير، ممكن يكون هو شايف ده. انا يعني حسيت بقى بالاحباط بصراحه وقلت انا مالي بالسياسه، انا دخلت الحزب ده عشان حسيت معاهم بروح حلوه واخوه وتعاون، مش عشان احنا نحارب بعض ولا نضرب بعض، ناخد بايد بعض واحنا اسره. لما لقيت عكس كده احبطت. لكن طبعا قلت اذا انسحبت كان في الوقت ده دكتور محمد بيحاول يستقطبني لحزب الشعب الجمهوري. وطبعا قعدنا حوالي 20 يوم في الموضوع ده وانا بحب اسمع قوي يعني ابقى نفس طويل. لسه كنا بنتكلم على حد بقول لك نعالجه، قلت لي لا احنا ما عندناش، لا انا عندي، لا انا بقى عندي، انا احب الناس دي قوي يعني واحب التحدي. فكان دكتور محمد كل يوم يكلمني ويحاول، وفي اغراءات كتيره، اغراءات كتيره ويحاول فعلا يعمل كده واغراءات. وبعد كده عزمني على فنجان قهوه في المقر بتاع الجيزه اللي في امانه الجيزه. ورحت فعلا وحاولوا يبهروني بحاجات كتير بس الحمد لله كنت انا افهمتهم يعني. في الاخر طبعا لازم يبقى معايا في الاخر الاستاذ محمد قاعد معانا. لا مش قاعد بس، هو قاعد والله وبعدين ان هو اقتنع تماما ان فعلا الحزب بتاعنا مختلف عن كل الاحزاب، مع احترامنا يعني لكل الاحزاب، بس فعلا الحزب ده فيه روح مش موجوده في اي مكان. دكتور رفائيل ونعم الاب، ونعم الاب دي حقيقه، وده طب انا بس هقول لك على حاجه بالنسبه للاستاذ محمد عمران كان راح وطن طبعا وبرضه حاول معايا، قال لك ان انا هجيب لك الدعوه وقال لي ورفضت، قلت له انا مش هدخل هناك الا مع الحزب بتاعي، لو مش رايح خلاص مش هنروح. قال لي طب ما هو عادي يعني انت ممكن هم ما يروحوش روحي. دخل معاك في رهان ودخل معايا وقعد يقول لي مش شايف لكم توك توك، احنا جايين بساط كتير. وفي الاخر قلت له احنا قمه بس هنكون مؤثرين. وبالفعل ما كنتش اعرف ان المفاجاه اللي عملها لنا سياده المستشار طبعا ان احنا ندخل ونقعد في المنصه، فدي كانت حاجه يعني طبعا فريق كانت حاجه حملهم يعني.
انا بقى اللي بشكر حضرتك وبشكر دكتور رفاعيل على اهتمامه واحتوائه فعلا بجميع يعني الاعضاء والامناء وكل الاهتمام والتقدير اللي معاكم. دي حاجه تسوى كتير، ما تسواش بقى حاجات مش عارف ايه ولا رضا الجرافيكات بقى كلام مش بتاعنا غير كده. وطبعا بشكر مدام امال على تشريفها لينا النهارده يعني، وانا مبسوطه جدا اني اتعرفت بحضرتك يعني حضرتك كملتي عندي المنظومه قد ايه الناس دي جميله من خلالك. نورتينا وكل سنه وانتم كلكم بطيبين، ودايما كده يا رب متجمعين يا رب، ودايما اسره واحده. اشكرك لك اشكرك. انا ما صورتش الفيديو. اشكرك على ايه؟ اسكت. طبعا